السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نبداو ان شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله. من بعد غياب طويل رجعت لكم بهذا الفيديو ان شاء الله. كنتمنى تشوفوا وانتم بخير وعلى خير، احوالكم واموركم كلها طيبة. بالنسبة الفيديو اليوم غادي نبدا معكم في اقتراحات عيد الفطر باذن الله. غتشوفوا معايا هاد الحلوة هادي اللي هي حلوة سهلة بنينة بسيطة. مكوناتها يعني 4 ديال المكونات اساسيه غنتحصلوا بها على هاد الحلوه هادي اللي هي حلوه قديمه ومعروفه، حلوه النقريطه. غتشوفوها معايا بالتفاصيل ديالها، فخليوكم معايا من اول الفيديو للاخر ونبداو ان شاء الله بالمكونات ديال هاد الحلوه هادي. غادي ناخذ هنايا 250 غرام ديال المارغرين. غادي ناخذ كذلك واحد الرشيشه ديال الملحه. عندي كيس واحد من سكر بنكهه الفانيلا، يعني التنسيم كيبقى حسب الذوق. عندي كاس ونص ديال سكر كلاصي او سكر بودره. وغادي نبدا ندمج المكونات ديالي مع اضافه الكاوكاو او الفول السوداني. عندي هنايا 4 كيلو ديال الكاوكاو محمراه مقشراه وطحنته في الهاشوار كيف كتشوفوا حتى كنتحصلوا عليها بهذا الشكل. كيكون شيئا ما مسمد اولا بحال الشكل ديال الكسكسو، وفي نفس الوقت طالق الزيت ولكن ما منيلش 100%، راه باقي حبيبات. غادي نبدا ندمج الزبده ديالي مع باقي العناصر. بالنسبه للمارغرين من الافضل انها تكون بدرجه حراره المطبخ باش كتسهل عليكم يعني هاد المرحله هذه، وكتدمجوها بكل سهوله. كتحاولوا يعني شويه بشويه. بالنسبه للمارغرين تقدروا تستخدموا المارغرين كيف ما يمكن لكم تستخدموا الزبده ديال العلب او الزبده لينه، كيف ما يمكن لكم تستعملوا زبده سبيسيال. يعني كيبقى هذا الامر راجع ليكم وحسب الاختيار والذوق ديال كل واحد. هنا كندمج الزبده مزيان كيف لاحظتوا تنسجمت عندي مع داك السكر، وغادي نزيد لها الكاوكاو وغادي ندمج الكل مع بعض جيدا. ففي هذه المرحله هذه حاولوا انكم تدمجوا الزبده ديالكم مزيان مع هاد العناصر حتى ما يبقاوش عندكم نهائيا الحبيبات ديال الزبده في الخليط. الا بقاو عندكم حبيبات الزبده يعني باينين او قطع ديال الزبده في الخليط ديالكم، فاول حاجه غادي يعني اول مشكل تقدروا تطيحوا فيه هو انه الحلوه فاش غتدخلوها للفران غتبدا تبوق اولا غتبقى تنتفخ. يعني البلايص اللي كتبقى فيهم الزبده كتجي منفخه، ويعني المنظر نتاعها ما غاديش يكون مزيان. من بعد ما دمجت الكل غادي نبدا نضيف هنايا الدقيق حسب الخليط. فانا كنت حاطه حدايا هنايا نص كيلو ديال الدقيق مغربلاه مزيان، فتقريبا دخلت لي نص كيلو كامل، بقات لي منه واحد الملعقه كبيره. يعني الدقيق كيبقى حسب نوعيه الدقيق، وكذلك يعني الزبده اللي مستعملين. يعني كتبقاو تدخلوا الدقيق ديالكم شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام المطلوب. فالعجينه ديالنا خصها تكون عجينه اللي شاده في راسها كيف كتلاحظوا معايا مزيان، باش ما تبقاش تهرس معكم اولا تعذبكم في الخدمه، وباش ما تجيش عاوتاني هشيشه بزاف فاش تكونوا في المرحله ديال التزيين ما تبقاش تهرس بكل سهوله. هنا كناخذ قطعه من العجين وكنسرحها بين جوج قطع ديال البابي كويسون. كنسرحها مزيان يعني ما تكونش غليظه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف، بحال الصابلي. فهنايا غادي نبدا نطبع الحلوه ديالي بالمراشم اللي كيبقاو يعني حسب الذوق ديال كل واحد. انا هنا كيف كتشوفوا كنت حاطه حدايا الاوفال والمرشم الدائري، وفي الاخير فضلت انني نخدمها بهذا الاوفال هذا، وفعلا جا الشكل نتاعها زوين. هنا غنبدا نطبع الحلوه ديالي كامله مزيان. كيف كتلاحظوا هنايا راه كتبان العجينه بانه ما فيهاش نهائيا قطع ديال الزبده. وبالنسبه للاذواق ديال هاد الحلوه هذه يمكن لكم يعني تنسموها باي حاجه، ماشي ضروري سكر فانيلا. اللي كيفضل النسمه ديال القرفه يقدر يضيف القرفه، يقدر يضيف سكر بنكهه ديال الزهر. يعني كتبقى حسب الذوق والاختيار ديال كل واحد. الحلوه ديالي هي هذه كيف كتشوفوا السمك ديالها، كتحاولوا انكم تهزوها يعني كتحكموا فيها بكل سهوله. وماشي ضروري انكم ديروا نهائيا بابي كويسون، تقدروا ديروها فوق سطح العمل مباشره ما كتلتصق ما والو، غير هو بابي كويسون كنصحكم به لانه كيسهل هذه المرحله هذه باش انكم تهزوها بكل سهوله.
كنستف مباشره القطع ديالي في واحد الصفيحه اللي مفرشه لها ورق الفرن. ويعني ماشي مشكل انكم تباعدوا اولا هكا تحطوا وحده حدا وحده مقاربين، لانها ما كتنتفخش بزاف، يعني كيتزاد واحد شويه الحجم ديالها في الفرن. الفرن من قبل تيكون بطبيعه الحال مسخناه على 180 درجه، يكون سخون مزيان. كندخلوا الحلوه ديالنا حتى كطيب من التحت، كتبدا تحمر وكنشعلوا عليها من الفوق. فانا عطاتني 3 ديال الطاوات اولا 3 ديال لاطاس بهذا الشكل اللي شفتوا معايا. كطيح تبارك الله يعني كميه اللي لا باس بها، بالرغم من اننا مستعملين فقط 250 غرام ديال الزبده بدون بيض ولا زيت ولا اي اضافات اخرى. هنايا الحلوه ديالي غنستعمل التلصيق ديالها، غنوضع قطعه مع قطعه اخرى الكراميل اللي محضراه في البيت. فإلا كنتو بغيتو الطريقه ديال هذا الكراميل فاكيد نبارطاجيها معكم بكل فرح. هنايا كناخذ كل قطعه كنوضع فيها كميه من الكراميل، كناخذ انا غير بواحد السكين لانه بغيت ندير الفرشات هكا باش نوزعو بسهوله، ولكن حيت عاقد وثقيل فغادي يعذبكم. من الاحسن انكم ديروا شي حاجه هكايا اللي تكون شاده في راسها وقاصحه، بحال مثلا سكين او ملعقه. كنوضع واحد الكميه وكنسد يعني بقطعه اخرى من العجين. الحلوه كيف كتلاحظوا فراها مذهبه، ما محمراش بزاف اكثر من القياس، لانه عندنا ديجا يعني كاوكاو محمر من قبل. ما عندناش فيها نهائيا البيض اللي غيحتاج انه يطيب مزيان، يعني فقط الدقيق هو اللي غنحتاجو انه يطيب ويتحمر، يعني كياخذ غير هذا اللون الذهبي. صافي كنخرجوا الحلوه ديالنا من الفرن. من بعد ما غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله لصقه مع بعضها البعض، غنبدا نغطس الحلوه ديالي اولا ندير لها الشوكولاته. فانا هنا كنوضع قطعه من الحلوى فوق واحد الفرشيطه وكنبدا نوزع عليها الشكلاط من الفوق، يعني ما كنغمش الحلوه ديالي كامله. بغيتو تغمسوها كلها اولا تغطسوها كامله في الشكلاط فبطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار. هنا كناخذ الربع قطعه من الجوز او الكركاع، يعني كتكون الحبه ديال الكركاع كتحاولوا انكم تقسموها لأربعة ديال القطع، يعني على 4. كنستمر بنفس الكيفيه، كنبدا نوزع الشوكولاته ديالي بهذا الشكل هذا وكنخليها فوق سطح العمل، يعني مفرشه له واحد البابي كويسون. كنخليها تستقطر واحد شويه من داك الفائض ديال الشكلاط وكنهزها من ديك البلاصه اللي وضعتها فيها في الاول وكننقلها لواحد الجهه اللي كتكون بطبيعه الحال نقيه باش الحلوه ديالنا كتخرج مفينيه، المنظر ديالها زوين، ما كيكونوش دوك الزوائد ديال الشكلاط مع الجناب اللي كيكون يعني المنظر نتاعهم ما زوينش وكيعذب. عاوتاني من بعد كيخصكم تبداو تنقيو كل قطعه على حده. فبهذه الطريقه هذه تيكون احسن. كتوضعيها فوق واحد البابي كويسون حتى كتسقطر واحد 5 أو 8 ديال الثواني وكتنقلوها للجهه اللي كتكون نقيه. فبالنسبه لهاد الحلوه هذه الناس تاع الصويره فرا معروفه عندهم، وهما كيديروا لها يعني داك التلصيقه كيديروا لها العقده ديال اللوز اللي كيضيفوا لها ملون اخضر. وكاين عاوتاني اللي كيبغي انه يحضرها فقط قطعه واحده بلا ما يلصق 2 قطع مع بعضهم البعض. يكفي انكم تقطعوا اولا تطبعوا الحلوه ديالكم بواحد السمك اللي تيكون غليظ وكدوزو مباشره ملي كطيب، يعني كديروها في الشوكولاته وكتزينوها بهذا الشكل هذا، يعني الشكل ديالها المعروف اللي هو الشوكولاته السوداء وقطعه من الكركاع. ففي الاخير تيكون هو هذا المنظر نتاعها. ولا باز ديال العجين هو اللي تشاركت معكم، والتزيين كيبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو والاختيار ديالو بطبيعه الحال. هنا كنحاول انني نبقى نسوس كل مره الفائض ديال الشوكولاته بداك الفرشيطه، كنبدا هكا نضربها واحد شويه مع الجوانب ديال الاناء اللي واضعه فيه الشكلاط. والشكلاط بطبيعه الحال تيكون مذوب في حمام مائي، حمام مريم. استمريت بنفس الكيفيه حتى كملت الكميه اللي عندي كلها. فبالنسبه لهاد الحلوه هذه يمكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجه الا كان الحال اولا الجو ساخن، كيف ما يمكن لكم تخليوها فقط في البلاكار ديالكم الا كان الجو بارد. ومن الافضل انكم تفصلوا بيناتهم بواحد البلاستيك غذائي، او لا ديروا كل قطعه في واحد الكاغيط الخاص بالحلويات، يعني كوارطات الخاصين بالحلوه. كيكون هو هذا الشكل ديالها او المنظر ديالها النهائي. فحلوه اللي كتجي زوينه، المنظر نتاعها كيجي زوين هكا
انيق وسهل يعني في نفس الوقت. انا بالنسبه لي هذه الحلوه هذه فراه حلوه من اسهل الحلويات اللي يمكن لكم تعتمدوهم او تحضروهم في هذا العيد هذا. غتشوفوا معايا هنايا واحد القطعه فراه كتجي مفينيه مزيان، وغادي نقسمها معكم من الداخل باش تشوفوا اللون وكيفاش كيجي هكايا المنظر ديالها. كتجي هشيشه في نفس الوقت فيها داك التعليكه ديال الكراميل من الداخل وداك الشوكولاته من على برا. فراه حلوه اللي راقيه ولذيذه بزاف. فكيف كتشوفوا هو هذا المنظر نتاعها. فكنشكركم الى وصلتوا حتى لهنايا في مشاهده هذا الفيديو. كنتمنى انكم تخليو جيم وتعليق ولو نقطة او حرف فقط من باب التحفيز باش انه تعاونوا الفيديو يطلع في محركات البحث في اليوتيوب، لانني مدة طويلة وانا منقاطعة من باب التحفيز فقط. فكنت اشكركم بزاف على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.